كلنا بنشوف المنتجات اللي بتقدمها المطاعم في الاخر في السندوتشات والاطباق بشكل حلو وطعم حلو، بس مش بنشوف اللي في الكواليس والاحداث اللي بتحصل عشان المطاعم تطلع منتج زي ده. النهارده بقى في تشيكن بلانت هنوريكم من اول ما الفراخ بتيجي لحد ما تطلع لك في الساندوتش او قطع وتاكلها وتنبسط بيها. وبقول لك ايه، ادخل شوف. اول حاجه بقى العربيه بتيجي بتنزل الفراخ، وطبعا انتاج اليوم عشان هنا بيقدموا الفراخ فريش واليوم بيومه. والتشيكن بلانت عنده 9 فروع، واحنا النهارده في فرع مدينه نصر. تعالوا بقى نخش نلبس ونجهز نفسنا ونعمل احلى فرايد تشيكن من ايد حميده في التشيكن بلان. كده بقى احنا استلمنا خلاص الفراخ، تعالى بقى نخش نشوف هنتعامل ازاي في الفراخ ديت ونجهزها ازاي ونتبلها ازاي ونعمل لها بريدنج ازاي. وبقول لك ايه، ادخل شوف تاني. يلا يا ريس. اول حاجه نلبس الهيرنات بتاعتنا، تمام، وبنلبس جلافزاتنا، بس كل ده هنعمله كده جوه المطبخ. لا مؤاخذة انا ايدي خبطت يا عم، الدنيا ضيقه. بس مش تعالى بقى مصطفى احكي لك قصه البريدنج بتاع الفراخ والتتبيل بتاع الفراخ كله من اوله لاخره. اول حاجه، اول ما بنستلم الفراخ بنحطها في الثلاجات عندنا وبنبتدي نطلع الانتاج اللي احنا عايزين نطلعه. ودي ميزه برضه يا مصطفى، ان انت هتلاقي النهارده يوم 19 والانتاج بتاع الفراخ يوم 19. المفروض الفراخ دي كلها بتيجي مغسوله، بس بتبقى في حته كده في الورك معينه بنبقى عايزين نطلعها، بتبقى الحته ديت هي اللي ممكن تعمل لك لون وحش في الفراخ او زفاره في الفراخ. دي بنغسلها ويبقى ايدينا جوه الحوض قوي علشان ما ننشرش السالمونيلا، وبننزل الحته ديت وبتبقى عندك الورك نضيف زي الفل. نطلع بقى على المارينيشن. بعد ما نغسل كل الفراخ اللي معانا هنا بنبتدي نحط الفرختين معانا في الشبكه. هي كل فرخه متقطعه 9 قطع، فاحنا هنحط 18 قطعه في الشبكه ديت، 4 دبابيس، 4 فخاد، 4 صدور، 2 كيله. ما بيعملوش اجنحه في الفراخ، تمام. فادي اهو عندك اول صدر، ثاني صدر، ادي فخده، لا ده صدر، ده فخده كمان، ادي دبوسين. وفين الكيله بتاعتنا؟ وادي كيله. الكيله دي اللي بتبقى في اخر الفرخه من عند الظهر، بتبقى قافشه الصدرين مع بعض كده حته صغيره كده. يبقى احنا ايه، حطينا كام فرخ؟ دبوسين، وركين، صدر ناقص واحده كيله. نروح رابطين ده كده ونروح منزلينه الجهاز ده. ايه الجهاز ده؟ ده الجهاز ده بيعمل مارينيشن. هنحط اول واحده، الثانيه، الثالثه، الرابعه، وبعد كده نحط عليهم التتبيله بقى بتاعتنا اللي هنحطها ونشوف هيشتغل ازاي. كده يا باشا قفل، في زرار اخضر من بره هندوس عليه دلوقتي نشوف هيحصل ايه. تقعد بقى هي تمارينيت في الفراخ، يعني تقعد تدخل بقى، تحاول تدخل التتبيله في كل حته، وبعدها بتاخد التايمنج بتاعها ونروح حاطينها في الثلاجه تكمل مارينيشن بقى على الهادي، مش ثابت مش متحرك. يلا بقى بعد ما نشوف هي عملت مارينيشن ازاي نروح نعمل البريدنج بتاعنا وتبقى خلاص يعني اوريدي على السيرفنج والقلي وبتاع. يلا يا مصطفى يلا. بعد بقى فتره مارينيشن محترمه قعدت لغايه 6 ساعات، تعالى بقى ناخد الفراخ من الثلاجه ونروح نعمل لها بريدنج. نروح بقى نخش على البريدنج. انا كنت فاكر ان البريدنج في الاول هو شقلب وقلب، مجرد ان انت تقعد تنفض في الفراخ وخلاص. طلع ان هو ليه حركه دائريه كده على حرف 8 او زي الانفينيتي. بتحط كميه الفراخ بتاعتك توزعهم على الدقيق بالخلطه بتاعتهم برضو، تبتدي تقلب 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 لمده كام مره؟ يقول لك 7 10 7. يعني ايه 7 10 7؟ 7 قلبات بالطريقه ديت. بعد كده بتاخدهم تحطهم في الشبكه اللي في الميه. بعد ما تحط في الميه ديت بتبتدي تطلعها وتخبطها 10 خبطات عشان تصفي الميه منها. تروح منزلها تاني على الفراخ وتبقى البروسيس ديت خلصت، وتعملها 7 مرات تاني زي اول مره. بعد كده نعلقهم في الشبك ونروح على مكنه البريشر بتاعه الزيت بتاعتنا اللي بتضغط الفراخ وبتقعد تستوي لمده ربع ساعه. نرفع المكنه تقعد تصفي في 30 ثانيه، تسيب الفراخ بره 5 دقايق علشان تهدى، عشان تعرف تطلع احلى فراخ من التشيكن بلانت بس بايد حميده. عايزين ناكل يا ريس، انا زهقت. يلا يا عم. قالينا بقى الفراخ وجهزنا السندوتشات بتاعتنا، ورحنا كمان مجهزين البيتزا اللي هي ما بتبقاش فيها عجين خالص، بتبقى قطع فراخ وعليها موتزاريلا من فوق وفوقيها شويه هاليبينو، وبتدخل الفرن تطلع بقى الموتزاريلا دي سايحه ونشوفها. يلا بقى دلوقتي، يلا بقى نزورها. تصوير نظيف قوي يا مصطفى لدرجه ان انا مش واخد عليه اساسا، يعني مش عارف اكلم مين بقى وكاميرات وحاجات، وانا مش قد الحاجات دي يا ريس. تعالى بقى ندوق البيتزا ديت ونجربها ونشوف. قطع من صدور الدجاج عليها شويه موتزاريلا، ماشي. ناخد قطمه من غير صوص كده وبعد كده نشوف الدنيا. وعليها صلصه كمان، دي مش صلصه قوي. غمس في شويه رانش. بص بقى النهارده عشان مصطفى مكلف قوي في التصوير، فاحنا اتاخرنا شويه كمان حتى في تصوير البيتزا ديت. احنا كنا عايزين نجيب البروسيس من اولها لاخرها، ازاي المنتج الاخير ده بيوصل لك بعد قصه عامله ازاي كلها. الكراست تبقى لسه باينه مع الموتزاريلا والشطه كتير قوي، يعني لو انت ما بتاكلش برضه سبايسي ما تاكلهاش، لو بتاكل سبايسي هتعجبك قوي. ولما غمستها في الرانش كانت احلى كمان. اخر قطمه ونخش على اللي بعده.
بص بقى ديت البروسيس الثاني. زي ما شفت الفراخ احنا عملنا الفراخ التتبيله كانت بتاعتها سبايسي، هي مين في التتبيله نفسها شطه، وحتى البريدنج بيبقى فيه شطه شويه، وده بيبقى شكل الفراخ اللي انا عملتها في الاخر. انا اللي عاملها مصطفى، انا اللي عاملها تمام. قطع من الدجاج المقرمش مع البريدنج القوي، ونفتح بقى الفرخه كده ونشوف شكلها عامل ازاي من جوه. بص بقى الفكره بتاعت البتاع اللي بيعمل مارينيشن ده، انه فعلا بيدخل التتبيله جوه قوي الفراخ، الشبكه مع بتاع. فاحنا ممكن بقى ايه، نفتح فتحه ثانيه مولعه. بص بص بص، اخذت معانا 15 دقيقه في ناخد حته ثانيه. هي لا سخنه زياده عن اللزوم. ناخد حته من الورك لان انا بحب الدارك ميت اكتر من ما بحبش حاجه، ناخد كول سلو. قطعه من الدجاج المقرمش، ناخد حته من الفراخ مع الرانش. جامده قوي قوي. بص الواد فتحي عمال بيعمل ايه يا عم الفرايد تشيكن الجامده دي. يعني هي فكره ان التتبيله داخله جوه قوي، وكمان احنا سيبناها بتاع 4 ساعات بس طلعنا في الاخر حاجه جامده. يعني التتبيله بتاعتها قويه، السبايس بتاعها قوي، في نفس الوقت ما بيموتش، يعني مش اللي هو بتحس ان هو ايه وجعه في دخول الحمام، لا هو عادي تمام. الفراخ اديها 9 من 10. البيتزا برده كانت حلوه بس ما تدخلش غير في المكان، فاديها 8 من 10. ونخش على بعده. يلا بقى. بص بقى انت عندك ديت ايه، نبدا بقى بالابيتايزرز او ندخل في النص في الابيتايزر. عندك ديت اول حاجه البطاطس عليها ستريبس وعليها هالبينو من فوق وجبنه ورانش. تعال ندوقها ونشوف كده. هي كده القطع اللي هي الفراخ اللي الستريبس ده طعمها جامد، بس وانس ان البطاطس ابتدى يزيد عليها الصوصات وتتضغط شويه، بنلاقيها غصب عنك ان هي بتبقى ايه، ممكن تمسك في بعضها شويه. يعني شايف هي ماسكه في بعضها شويه كده، بس اوفر اول هو طبق لذيذ. يعني انا عاجبني الميكس دوت. بس انا لو اطلبه ريزو بدل بطاطس رز. تشيكن بلانت فرايز ديت بتبقى فرايز وعليها بيكن وعليها هالبينو من فوق، والصوص اللي هو ده سويت شيلي اعتقد. تعال ندوق ديت، وعليها جبنه برضه جامده برضه، بس فيها نفس التعليق. بس ديت انا بالنسبه لي كبطاطس اخد عليها بيكن احسن من الستريبس كمان. اخر حاجه ريزو، نشوف الكلام. ده ريزو، ده سبايسي، بيبقى عليه حاجه اسمها تايجر صوص كده، بيبقى الصوص دوت حراق شويه مع الرز المبهر. وميزه الرز المبهر دوت هو يعني الطعم الطاغي فيه بيبقى طعم الماجي او طعم المرقه بتاعت الدجاج والزبده والثوم. تعال ندوق. وانا بحب الرز المبهر ده بصراحه، يعني لو معمول مظبوط انا بنبسط بيه قوي. انا بالنسبه لي في قسم الابيتايزر لو هرتبهم، اول حاجه ريزو، ثاني حاجه اللي هي تشيكن بلان فرايز، ثالث حاجه بتاعت الستريب، والكول سلو برده جامده. تعال نخش بقى في اخر حاجه وننهي الفيديو ده. يلا بينا. اخر حاجه بقى وننهي بقى القصه ديت. يا جماعه برضه انا بحب نوجه شكر للتشيكن بلانت ان هم دخلونا المطبخ وخلونا نعرف اللي هو ايه البروسيس بتاعت مطاعم الفرايد تشيكن عامه كلها، من اول ما بيستلم الفراخ لحد ما بيجي ينضفها، لحد ما بيجي يتبلها، لحد ما بيحطها في الثلاجات تعمل مارينيشن، لحد ما يجي برضه بعدها يلاقي ان انت تروح تعمل البريدنج وتطلع البرودكت الاخير اللي في الاخر دوت. تعالى بقى نشوف الساندوتش ده الساندوتش اللي احنا عملناه جوه. ده بيبقى مكوناته العيش، وبعد كده عليه الخس والطماطم والفراخ وصوص الرانش، وعليه جبنه. بعد كده بنقعد نعيد الطبقات دي تاني في الطبق اللي بعدها. برضه احنا جايبين الدبل، مصطفى كاتب الاسعار اكيد. فتعالى ندوق ونشوف كده. عايز ما اديك دي ساندوتش الرانش ده، انا بصراحه هو ده اكتر واحد بحبه. يعني هو جاب لي واحد تاني بتاع الاونيون رينج، عليه اونيون رينجز وسموك تركي وفراخ وطماطم وخس وفراخ تاني. هناخد قطمه ونشوف. بس ده بقى ممكن نعمل فيه حركه تانيه بقى، نعمل في الساندوتش ده ايه، لغوصه اوفر. يعني انا تعبت من كتر اللغوصه، بس انا ممكن الخص لك التجربه سريعا. احنا حابين نبين بس اكتر حاجه في التجربه ديت في التشيكن بلانت، ان احنا تعالى نوريك البروسيس بدايتها ايه لغايه ما توصل لك اللي هو الفاينل برودكت بتاعك. بتعدي على كام مرحله، كام واحد بيشتغل جوه، كام واحد بيتعب في الموضوع دوت لغايه ما يوصل الموضوع لغايه هنا. انا اكتر حاجه بحبها في التشيكن بلانت هي الفرايد تشيكن، يعني ده التوب بالنسبه لي. ينزل بعده ريزو، ينزل بعده البيتزا لو باكلها في المكان، ومعاها الساندوتشز. اكتر واحد يمكن بحبه هو الرانش اللي عليه موتزاريلا ستيكس كده. فاوفر اول هي كانت سلسله جديده احنا بنعملها، ان عشان كده حتى مكلفين في الكاميرات والتصوير ومقفرين ومتفقين مع المطعم احنا عايزين نيجي نصور في المطبخ. ومعظم المطاعم ما بتوافقش على حاجه زي دي. يعني كان نفسي اعملها من زمان، بس معظم المطاعم ما بيوافقش في حته ان انت تخش المطبخ وتشوف البروسيس من اولها لاخرها. فدي كانت حركه بصراحه احترمناها، ان عشان حتى تشوف ان انت الفراخ اللي انت بتاكلها ديت هل هي فريش ولا مش فريش، نظيفه ولا مش نظيفه، الكلام ده كله. فحتى الفاينل برودكت عشان يطلع حلو لازم تبقى بدايه البرودكت نفسها كويسه. عايزين بقى نجربها في مطاعم كتير قوي. يعني نشوف مثلا عندنا مثلا هنا فرايد تشيكن، عندنا هنا محل كذا، عندنا اي محل، نبتدي نخش ونشوف ايه البروسيس بتمشي ازاي من اولها لاخرها. انا بجد اول مره اصور اللي هو تصوير بروفيشنال، فيا ريت بقى تدعمونا المره دي كده. وبصراحه يعني انبسطنا يعني، بس تعبنا. وبقول لك ايه، التجربه كام من 10؟ التجربه من اولها لاخرها انا مبسوط بيها، لان انا عملتها من A to Z. وبصراحه دي اكتر مره تعبت فيها في التصوير، اكتر من البيت كمان. وبقول لك ايه، اديها 9 من 10 واقفل بقى يا مصطفى.